تنهار ليلى على الأريكة، والإرهاق مرسوم على وجهها. غرفة المعيشة مرتبة، ومع ذلك تلوح في الأفق إشارات إلى الفوضى. تحدق في قائمة المهام الشاقة، كل مهمة تمثل عبئاً ثقيلاً على عقلها المنهك. يبدو أن ثقل مسؤولياتها يسحق روحها بينما تتنهد بعمق. يا إلهي، لا أعرف من أين أبدأ. تفكر، ويتسلل اليأس إلى أفكارها. تبدو كل هذه المهام مستحيلة، يائسة، غارقة في حجم واجباتها. تجلس ليلى في المقهى، وتبدو ابتسامة رقيقة على شفتيها وهي تستمتع برائحة قهوتها الغنية. كتاب مفتوح يستقر أمامها، ومع ذلك تنحرف نظرتها مستوعبة السحر الهادئ لمحيطها. تتدفق أشعة الشمس عبر نافذة المقهى، مضيئة جزيئات الغبار المتراقصة في الهواء. لقد أنهيت نصف المهام اليوم، وهذا يستحق مكافأة. تتأمل ليلى، وصوتها همسة ناعمة، قهوة لذيذة في مكان هادئ. تتأمل، والسعادة تشع من تعبيرها الهادئ. يوفر صوت المقهى الهادئ خلفية هادئة للحظة متعة ليلى الهادئة. تستلقي ليلى على الأريكة، وهي مغمورة في الضوء الخافت للتلفزيون، ووجهها مسترخٍ وسعيد. تصبح غرفة المعيشة ذات الإضاءة الخافتة ملاذاً بينما تنغمس في العالم الكوميدي على الشاشة. تنفجر ضحكة حقيقية من شفتيها تملأ الغرفة الهادئة بالفرح. أنجزت كل شيء اليوم، تفكر ليلى، وابتسامة رضا ترتسم على شفتيها. الآن يمكنني الاستمتاع بفيلم مضحك قبل النوم. تتأمل وتغرق أعمق في الوسائد المريحة. أنا فخورة بنفسي. تتأمل، والشعور الدافئ بالإنجاز يغمرها في الضوء الخافت.